طبعا يا جدعان امبارح وصلت لي رساله من واحده بتقول لي ان للاسف الشديد المطعم بتاع جوزها خلاص كده بيقفل وبيخسروا كل حاجه، وبتقول لي ان هم بالرغم ان هم بيقدموا اعلى كواليتي باقل سعر ممكن يكون موجود في السوق، الا ان للاسف الناس ما بتحبش تشجع المشاريع الصغيره. فانا الصراحه ما كذبتش خبر، رحت جبت اوردر من عندهم وقررت ان اعمل لهم مفاجاه. وتخيلوا كده يا جدعان الفيديو ينزل فجاه يلاقوا الناس بتشتري منهم، الدنيا بدات تزهزه كده. فلايك كوشيرك بقى عايز الفيديو ده يكسر مصر حرفيا، ويلا بينا نجرب مطعم سلايدر هاوس. ويلا بينا نبدا اول حاجه بساندوتش اسمه فاير بي. ماشي، العيش شكله نضيف قوي، الساندوتش شكله مخدوم قوي، قطعه السماش نفسها تحس ان هي كده ملحمه كده ومظبوطه. المفاجاه دي بصوا مبدئيا والله يا جدعان القطمه دي انا لو كنت دقتها من سندوتش بضعف السعر ده كنت قلت عليه سندوتش جامد وسعره حلو. يعني عايز اقول لكم ان السندوتش متروس حاجات طعمها حلو قوي، طعم اللحمه بتاعت البرجر نفسها خطيره. هنخش بقى على السندوتش اللي بعده وهو سندوتش التشيكن اللي اسمه فاير. دي قطعه فراخ انا شايف ان هي محترمه قوي، عليه ترك مدخن مع شويه بقى ايه صوصات وجبنات وحركات. الله بصوا هو سبايسي طعم التتبيله بتاعت الفراخ مجرمه. لا السندوتش ده ارشحه بشده. ده سعره كام؟ سعره 95 جنيه، حلو جدا. فيلا بينا بقى نخش على اللي بعده وهي اللودد فرايز، ودي اسمها ميسي فرايز. هي مليانه بسطرمه عليها البصل بتاع الكشري ده، دي حاجه جديده بالنسبه لي. بس بصوا ده كده شكل البتاع. دي اختراع، دي انا ما دقتهاش في حته قبل كده. يعني بص هي البسطرمه مشوحينها كده مدينها تشويحه، هي مالحه سيكه بس لايقه قوي بقى مع البصل.